أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات قناة يحيى شوتس. أنا عارف إن السيت اب اللي أنا عامله ده مش أحسن حاجة. الحقيقة إن أنا يعني اللي مهتم أنا راجع بعد فترة أصور فيديوهات، ومش هستنى إن أنا أجمع اسمه إيه، مش هستنى ان انا اجمع استوديو كامل وابتدي ان انا اصور. اكتفي بالاضاءه اللي انا مشغلها، وهبتدي ان انا بالمايك ده واصور كده فيديو. وخلينا نبتدي موضوع حلقتنا النهارده. الحقيقه موضوع حلقتنا النهارده هنرجع بقى لسلسله زمان كده عشان نبتدي نعمل فيديوهات مكثفه، وهي برامج للتصوير تقدر تحملها على الموبايل مجانية، كمان بتديك مميزات كويسة جدا. ولكن في مشكلة بسيطة قبل ما أبدأ حلقة النهاردة، عشان ما تقوليش بس إن أنا بضحك عليك. ومشكلتي النهاردة هي إن أنا مش هعرف أحط اللينكات دي على اليوتيوب هنا. بصراحة حتى لو اليوتيوب شايفني أنت السبب يا يوتيوب، ليه؟ لأن أنا مش عارف أحط لينكات. أنت عامل لي حظر بسبب فيديو قديم، صح ولا ايه؟ فيا جماعة، اللي عاوز هيلاقيه اسم الانستجرام او اسم اي منصة، عشان الاعلانات. اسم اي منصة هتلاقيها بنفس اسم القناة هنا. ابعت لي وانا هبعت لك اللينكات اللي احنا بنستخدمها. طيب يا جماعة، النهاردة معانا يا جماعة بدل التطبيق 3 تطبيقات. مش تطبيق واحد، احنا معانا 3 تطبيقات تحملهم على الموبايل، ولكن فيهم تطبيق واحد ينفع للايفون بس، وهقول لك بديله في الاندرويد. ولكن خلينا بقى نبدأ موضوع حلقتنا النهارده. واول تطبيق معانا يا جماعه اسمه بيكسلر. بيكسلر هو تطبيق مميز جدا. كل اللي عليك انك انت هتفتح التطبيق بتاعنا وهيبتدي يجيب لك الواجهه دي. طبعا احنا مش من الناس اللي بنستخدم ان هي حاجات بفلوس يا حبيبي. كلنا مش هنستخدمها بفلوس يا حبيبي. المهم، هو تطبيق زي تطبيقات الشاملة اللي هي بتعدل على الصور بشكل عام. يعني مش بتقدم لك ميزة واحدة، لأ، بيقدم لك مميزات كتيرة. زي مثلا إن أنا أقدر أعدل على الصورة، كمان الفيديو، كمان أقدر أصور من التطبيق، كمان أقدر أعمل قوالب، أو أقدر أعمل مجموعة صور جنب بعضها. في صور بالاي اي، ولكن مش ده موضوع الفيديو بتاعنا، لان هنا هيقول لك الاي اي هيبقى مش مجاني. طبعا انت لو عايز اي اي مجاني فهتلاقي القناة عندي متغرقة فيديوهات مجانية. كل اللي علينا يا جماعة ان احنا خلينا ناحية الصورة، وهبتدي يا جماعة ان انا هختار وليكن الصورة دي. طيب، هيبتدي واجهة التطبيق هتفتح لك بالشكل اللي انت شايفه ده. عندنا شوية عناصر اقدر ان انا اضيفها على الصورة بتاعتي، خصوصا لو انت بتصمم صور، يعني عاوز تضيف لها لفتة، الكلام ده كله. في حاجات مجانية وفي حاجات مش مجانية، فاحنا هنستخدم الحاجات المجانية اللي زي ما انت شايف. هي حاجات كتيرة جدا، مش حاجة ولا اتنين. فكل اللي عليه ان انا هاجي هنا مثلا، وخلينا ناخد شكل الايس كريم، ويحمل بيحمل. وهبتدي ان انا يا جماعة اضيفه عندي في الصورة. اقدر ان انا اقلل الشفافية بتاعته او اكبرها زي ما انا عايز. في الاخر هدوس على علامة الصح. دي أول حاجة. وبالنسبة للأداة التانية، وهي أدوات بيوفرها لي بالذكاء الاصطناعي، ولكن أنا منصحكش تستخدمها من التطبيق ده. أنا هجيب لك حاجات للذكاء الاصطناعي مخصصة، لأن هنا بعد ما نعمل الصورة بالأدوات اللي هي ظاهرة لك، سواء إنك أنت تمسح خلفية، تمسح شكل، تضيف حاجات، الكلام ده هيبقى بفلوس. فعلى إيه؟ أنا هجيب لك برامج مجانية في حلقة تانية. والأداة التالتة، طبعا الأدوات أنت هتلاقيك عارفها، وأداة التكست، إنك أنت تكتب أي تكست أنت عاوزه، وتقدر بقى إنك أنت تعدل فيه. بعد كده تقدر تضيف إفكتات على الصورة. واللي بيميز برضو تطبيقنا ده إن هو بيوفر لك إفكتات كتيرة مميزة جدا وكويسة أوي. تمام. والأداة الرابعة وهي أداة البراش، إن أنا هنا يا جماعة أقدر أضيف مش برش عادية، لأ، دي برش إضاءة. أضيف في جوانب إضاءة في الصورة بتاعتي، أعمل جلو كده حوالين أي عنصر زي ما أنت ما شايف.
وهكذا، واقدر امسح زي ما انا ما عاوز. عندنا علامة استيكة وعلامة قلم او فرشة من فوق، تقدر تزود الحجم وتمسح زي ما انت ما عاوز. طبعا هنا بشرح بشكل عشوائي، انت تقدر بقى على حسب المشروع اللي في دماغك. في شوية ادوات تانية هبتدي في الاخر، تولز اغلبهم انت هتكون عارفهم لو انت متابع معانا في الحلقات. الحاجات اللي هتحتاجها في التطبيق ده وهي الدبل اكسبوجر، وهو ان انا اقدر ان انا اضيف صورة، بحيث ان هو مثلا وليكن ضفت الصورة دي، ممكن ان انا استخدمها كدارك اكسبوجر في الصورة دي. بس وهكذا تقدر انك انت بقى ايه تستخدمها، خصوصا مثلا لو في الامثله كتيره. لو انت كتبت على بنترست او جوجل دبل اكسبوجر، هيجيب لك امثله كتيره للموضوع، تقدر انك انت تختار منها او تاخد منها تغذيه بصريه عن الموضوع. باقي الادوات هي ادوات ان انا اعدل الاضاءه والالوان على الصوره. جربها، ولو في اداه عطلت معاك قول لي يا صاحبي وانا هعملها لك. عشان ما اطولش عليك، خلينا نروح للتطبيق التاني معانا، وهو تطبيق فيسكو. اللي بيميز تطبيق فيسكو يا جماعة ان هو تطبيق تحسه ان هو مش تطبيق عادي، تحسه تطبيق عتيق كده، تطبيق مميز جدا. خلينا نسجل. فاول ما بنفتح التطبيق زي ما انت ما شايف كده، اقدر ان انا اعمل له امبورت او ان انا اجيب له صورة. فمثلا لو اخترنا نفس الصورة اللي انا ببتدي اعدل عليها وابتدي اختارها، نلاحظ ان اول حاجة بيوفرها لي واللي هو متميز بيها الفلاتر اللي هو موجودة فيه، ومش هتلاقيها في اي تطبيق تاني. في منها المقفول وفي منها المفتوح عادي. استخدم المفتوح دلوقتي. في ادوات التعديل على الصورة اللي انت هتلاحظها. انا ليه مش بشرح الاداة دي؟ لان هي هتكون في تطبيقنا التالت يعني. فهو تطبيق من الاخر يا جماعة، هو تطبيق فلاتر ليس الا. يعني اول تطبيق معانا كان تطبيق فيه شوية ادوات، ابتدينا ان احنا شرحناها سوا. اللي كان بيميزها ان هي ان انا اقدر اضيف عناصر مش موجودة في اي تطبيق تاني. والتطبيق التاني اللي فيسكو اللي هو موجود فيه فلاتر. يعني كده معانا تطبيق اقدر اجيب منه الستيكرز، وتطبيق اقدر ان انا اجيب منه الفلاتر. تالت تطبيق معانا بقى يا جماعة، وهو التطبيق اللي هو بديل اللايت روم، وهو تطبيق اسمه دارك روم. وللأسف التطبيق ده مش موجود غير على الاي او اس اللي هو الايفون من الاخر. هو فيه حوالي 5 أو 6 أدوات مميزين جدا. في إن أنا لما بفتح التطبيق بتاعنا يا جماعة الدارك روم، بقدر إن أنا أعمل فريم اللي هو اللي حوالين الصورة الألوان ده بدرجة أي لون أنا عاوزه، وأقدر كمان أتحكم في المقاس بتاعها من الشريط ده. كمان زي ما تطبيق لايت روم بيتميز ان انا بقدر اعدل على الصورة كلها، فانا هنا برضو بقدر اعدل. زي ان انا اقدر مثلا اعدل على الالوان بتاعة الصورة، سواء كان الالوان اللي هو الظل او الالوان المتوسطة او الضوء وهكذا. فكل ما انا حددت دايرة من الدوائر دول، اقدر ان انا العب في عنصر من عناصر الصورة. كمان اقدر ان انا اجيب اي صورة اعلي في الاضاءة بتاعتها، اوطي في الاضاءه، العب في البرايتنس، العب زي ما عملنا كده، العب في التباين وهكذا، بحيث ان انا اظبط الصوره بتاعتي. ولو انت عاوزني اشرح لك موضوع البرايتنس والكونتراست والحاجات دي كلها، قول لي ونشرحه في حلقه معينه. بعد كده بقدر ان انا بيوفر لي شويه فلاتر اقدر ان انا استخدمها. واقدر يا جماعه ان انا استخدم اداه الكروب اللي موجوده او اداه القص اللي موجوده زيها زي في اي تطبيق. اذا تطبيق الدارك روم المميز ان هو تطبيق مجاني بيلم ادوات كتيره. اول تطبيقين مميزين في ان انا التطبيق بيكسلر اللي هو بيوفر لي يا جماعه ان انا اقدر استخدم من الاخر اضيف عناصر على الصوره بتاعتي. يعني خد مني الخلاصه، هستخدم بيكسلر في ان انا اضيف على الصورة بتاعتي عناصر. طيب تطبيق زي تطبيق فيسكو هستخدم الفلاتر. تطبيق زي تطبيق دارك روم او لايت روم هنلاحظ ان الادوات فيهم مشتركة، واقدر ان انا العب في الحاجات بتاعتهم. موضوع يا جماعة الالوان
او البرايتنس او الحاجات دي هي مش قاعده ثابته. فانا ما اقدرش ان انا اقول لك انت المفروض تعلي الاضاءه 80% في كل الصور، لا، كل صوره وليها الحاله بتاعتها. انا هنا دلوقتي بشرح لك تطبيقات وبقول لك ان فيها ادوات كذا وكذا وكذا وكذا. لو عاوزني اشرح لك حاجات زي البرايتنس، الكونتراست، الدرجة، الالوان كلها، الضوء والظل والحاجات دي كلها، قول لي وانا اشرحها لك في حلقة، او نبتدي ان احنا نعمل كورس كده بسيط ونديه للناس. كل صورة وليها حالة، ولكن الاهم والعنصر الاساسي اللي انا عاوزك يا كابتن تعمله وهو ان التصوير فن. اللي تحس بيه صوره، اللي تحس بيه اعمله، واللي تحس بيه اعمله غصب عن اي حد. واحد يقول لك يا عم الصورة دي وحشة، انت حاسسها خلاص، فالاحساس هيوصل لغيرك. ومش لازم كل الناس تتفق على تصويرك، لازم انت كمان تكون حابب اللي انت بتعمله وتطلع اللي جواك او الطاقة اللي جواك زيها زي اي موهبة موجودة على الارض. بس كده، اتمنى ما اكونش طولت عليك وعرفتك برامج اكتر تقدر تستخدمها. انا اخوك يحيى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.